السلام عليكم متتبعي الغزالين ديالي، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي ظروف جيده ان شاء الله، في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد في القناه ديالي. كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا غادي نوجد معكم العصيده اولا تاغلا بالامازيغيه. صراحه هذا العام تشهيتها ديال بصح، وبالمناسبه ديال راس السنه الامازيغيه كنهني كاع لي شلوح ديال المغرب كاملين بهاد السنه هادي، ودخل عليكم ان شاء الله بالصحه وعلينا حتى حنا والسلامه وطول العمر يا ربي، وكل واحد بلي كيتمنى. في هذا الفيديو هذا غادي نوجد تاكله ديال السميده ديال الذره، هي باش كتعجبني في واحد الكاميله. غادي ناخذ وغنديروا فيها الماء الملحه وزيت العود، غنخليها حتى تغلى مزيان. غناخذ السميده ديال الذره هما كما كتشوفوا، غنقيها مزيان وغادي نغسلها لان ماشي موجوده في الدار، خديتها غير من الهري. داكشي علاش غادي نغسلها، وغادي نبارطاجي معكم باش غادي نزوقها بشويه ديال اللوز الكركاع وشويه الفانيد، التمر والبيض مسلوق والتمر غادي نعمرو حتى هو بالكركاع. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال تاكله اللي غنوجدها انا على طريقتي. ما غاديش نطول عليكم لان جاوني بعض الانتقادات في الفيديو اللي قبل من هذا من عند البعض. انا ما صراحه ما كيأثروش فيا الانتقادات، واخا غنكثر الهضره واخا هذا، لان لا فيديو اشنا هو فلوق اشنا هو الا ما كتهضريش فيه راه هي والو. المهم هذا من جهه. هانتوما كتشوفوا العصيده كنخليوها حتى كتماسك مزيان مع بعضياتها. داكشي علاش كتقال العصيده كنخليوها حتى كطيب مزيان وكتجي معصده. غادي نلوح فيها هاد العلف هذا ديال التمر كما كيقولوا الشلوح. انا هذه خديتها عند الشلوح وغادي نشوف شكون اللي غادي يلقاه نبارطاجيه معكم في لافان ديال لا فيديو بيان سور. هكا غادي نحركها مزيان باش ما تحرقش ليا وباش ما تكورش ولا تلصق ليا في القاع ديال الكاميله. ايوا صافي، من بعد ما طابت العصيده غادي نديرها في الطبسيل هذا ديال الطوس. صراحه ما درتهاش في القصعه لان القصعه كبيره وحنا غير 4 الناس، ما غاديش ندير القصعه كبيره. انا صراحه غير تشهيتها وبغيت ناكلها، وغادي ندوز دابا باش نزوقها بشويه ديال اللوز كما قلت لكم، شويه ديال الكركاع، البيض مسلوق، الفانيد، داكشي اللي بارطاجيت معكم. ما كثرتش بزاف ديال الزواق كما غتشوفوا معايا. ها هي كزوقتها باللوز. غادي نزيد دابا هذاك التمر اللي عمرته بالكركاع. المهم غنزوقها بداكشي اللي عندي في الدار، شي حاجه بسيطه. هادشي المهم ماشي باش كتزوق تاكله، شي حاجه اللي ما فيها ما يخرج ياخذ هادي وهادي. انا غير تشهيتها كما قلت لكم وبغيت ضروري انني نصايبها. واخيرا ها هي تاكله موجوده. زدت عليها باقي شويه ديال المسكه والزبده والعسل المذوبين فقط. نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو ديالي وما نكونش طولت عليكم.